بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأسد أيها الأسد يا أهل القيروان، يا أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أكون متكررا عليكم بقولي، غير أن بعض إخواني طلب إلي أن نعيد بعض ملامح القيروان حتى نعيد القيروانيين إلى أصولهم وإلى تاريخهم. أنتم أصحاب أصل وأنتم أصحاب تاريخ، ولستم بموجودين كأولئك الذين يبكون إلى اليوم على عهد فرنسا ويريدون أن تكون تونس ولاية أخرى من ولايات فرنسا أو إقليما آخر من إقليم الاتحاد السوفيتي المنهار والمنكسر على صخور الرجال من كل العرب والمسلمين في أرض أفغانستان الأبية. هذه الأرض رجال هم خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكنوا للدين في هذه الأرض بجهادهم، بإيمانهم، بتقواهم، بصدقهم. دخل أرضكم وصلى فيها عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمال القرآن وحبر الأمة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وودع قيروانكم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمر بن الخطاب، وابنته زينب لو تزال تشاوركم في مقبرة قريش. ابنته تركها عندكم حتى يذكركم بأصلكم وأن مردكم إلى أبي بكر وعمر وعلي إخوة القيروان، إخوة الإسلام، مكن لدينكم في هذه البلاد جهاد عبد الله بن الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وجاهد وحارب في هذه الأرض، قاتل المشركين عباد الأوثان لأجل رفع راية لا إله إلا الله. انصروها ولا تدعوها لأولئك الذين باعوا دينهم بالفرنك الفرنسي وبالأورو الأوروبي وبالشيك اليهودي وبغيره. انصروا دين الله تبارك وتعالى. ودعاءكم يا إخواني العبادلة السبعة الذين كانوا نصرا لدين الله ومكنوا للإسلام. ثم جاء عقبة ومعه الصحابة وأبناء الصحابة وكبار التابعين، دخلوا القيروان كانت قيروانكم كلها غابات لا تسكنها إلا الأسود. وتاريخ القيروان لم يسكن القيروان قبل الأسود وبعد الأسود إلا الأسود، فاسهروا يا أسود إبراهيم. لبيك لا
وجرت كلها عن أرض القيروان تحمل أبنائها بين أسنانها حتى تقول إن الأسود لا تترك مكانها إلا للأسود. وسكنها المسلمون الصالحون وأقاموا فيها على دين الله. إيطاليا فتحها القيروانيون. الجزائر أسلمت بجهاد من سكن القيروان. المغرب، الصحراء الغربية، مالي، موريتانيا، السنغال. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتاه